ايوه يا باشا، انا اللي كنت طالب 2 شاورما من ساعة ونص. هو لسه الاوردر ما وصلش لحضرتك؟ لا وصل، بس انا بكلمك عشان اديك فيدباك 5 نجوم. اكيد ما وصلش يا ريس. والله العظيم الطيار لسه كان. هتقولي لسه طالع من المحل حالا والكذب اللي انا متعود عليه ده؟ لا ما كنتش هقول لك كده خالص، انا فعلا نسيت الاوردر بتاعك، سقطته. تفتكر ده عذر ممكن اقبله؟ لا ده مش عذر، ده توضيح. يعني انت مش شايف اللي انت عملت حاجة غلط؟ غلطة صغيرة مش هتكون اكتر من غلطاتك في حق نفسك. غلطتي انا؟ طبعا غلطاتك. تقدر تقول لي شاب في سنك ليه يطلب 2 شاورما الساعة 3 الصبح؟ عشان جعان. انت صاحي في الوقت ده بتعمل ايه اصلا؟ وانت مال امك، انت هتحاسبني؟ خدوهم بالصوت، رد فعل دفاعي، خالتي نفسها كانت بتعمله. يا عم انا مالي ومال خالتك؟ انت حسيت ان في انسان ما يعرفش حاجة عنك وعن حياتك ومع ذلك كشفك، حاسس بالخطر صح؟ كشفتني في ايه بقى ان شاء الله؟ انت سهران لحد دلوقتي مسحول على وشك في الاوفر سينكينج، مش قادر توقف دماغك من التفكير فيها. انت بتقول اي كلام على فكرة. كنت بتحبها قوي ها؟ نعم. رد عليا ياض، كنت بتحبها قوي؟ اكتر من نفسي. هي اللي خلتك تحب الشاورما باللحمة؟ كنت دايما متعود اوديها عند ابو حيدر. كانت من مصر الجديدة ها؟ من الكوربة. وانت من الضرب الاحمر. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ انت غبي يا حبيبي، ما انت اللي مديني العنوان عشان ابعت لك عليه الاكل. صح. ابوها رفضك؟ رمى علبة الجاتوه اللي انا جايبها للكلب بتاعهم. والكلب طبعا مرضيش ياكلها. صعبت عليا نفسي قوي، حتى الكلب قرف ياكل من الجاتوه بتاعي. عشان انت حمار، مفيش كلب بياكل جاتوه اصلا. تصدق صح. جوزوها لواحد اغنى منك. ابويا خطبها لنفسه. ابوك شغال في الامارات صح؟ صح. انت عرفت ازاي؟ يا حبيبي هو الترند كده، كل اللي بيرجعوا من الامارات يخطفوا البنات من الفقراء اللي زيك. كانت بتضحك عليا الواطيه. وانت دلوقتي بتحاول تسلط معدتك على عقلك، بتواجه اكتئابك بالاكل. بحاول اهرب من افكاري بس. وبتاكل نفس الاكل اللي كنتوا بتاكلوه سوا. لا برافو، انت حرفيا بتستخبى في البوكس. اعمل ايه؟ انت ما بتحبهاش يا ابني، انت مريض بيها. لا بحبها، انتش عرفك؟ ما انت لو لسه بتحبها تبقى مهزأ، دي داست على وشك بشبشب حمام وبصباع. ايوه صح، انا مريض بيها. مفيش جرح هيلم طول ما انت بترش عليه كلونيا. مش بايدي. لا بايدك. ابعد عن اي مكان رحتوه سوا، ابعد عن اي اغنية سمعتوها سوا. وايه كمان؟ افتح صفحة جديدة ما تكونش هي فيها، ابدأ حياة جديدة مع حد جديد. ابعد عن كل حاجة بتفكرني بيها. مش محتاج اقولك تبطل الشاورما باللحمة وما تروحش مصر الجديدة تحت اي سبب. انت صح. طب كنسل لي الاوردر بتاعي لو سمحت. ده بقى اللي كنت خايف عليك منه. ايه هو؟ الزهد اللي هيجيلك بعد ما توصل للي كنت فيه، سدة النفس تجاه العالم والاشياء. خلاص ما بقتش عايز حاجة. غلط، انت لازم تعيش حياتك زي ما هي عايشة حياتها، تحب وتتجوز وتخلف. هي اسمها ايه؟ اهرامات. ايه ده؟ انت كنت بتحب اثار؟ لا هي اسمها كده وبيدلعوها بلمية. قول لها حياتي هتكمل بعدك يا اهرامات. حياتي هتكمل من بعدك يا اهرامات. قول لها هدوس عليك وعلى احزاني يا مقشفة. هدوس عليك يا بنت المقشفة. ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. نعم. لا انا اسف، مش بتاعتك دي. عيش حياتك وانسى اللي فاتك. حاضر. واطفح اي حاجة تعجبك الا اللحمة. طب اعمل لي اوردر بالتين ببطاطس موزاريلا. اقل من نص ساعة ويكون الاوردر عندك يا بطل. ربنا يخليك. عاوزك كل يوم تطلب اوردر بطاطس وتبطل تاكل شاورما. حاضر. انا عاوز اطمن عليك كل يوم. عاوز حاجة تانية يا حبيبي؟ شكرا يا عمو، مع السلامة. هنساك يا اهرامات وهبطل اكل شاورما وحلويات. يا عصام فاكر اوردر الزبون المطفي بتاع الضرب الاحمر اللي كنسلته عشان اللحمة خلصانة؟ طلع بداله بطاطس وكتر له كاتشب عشان مجروح. وداوني بالتي كانت هي الداء.